قايمة المنقولات الزوجية. قايمة المنقولات الزوجية دي من أكبر أو من أكتر الحاجات اللي جات لي عليها أسئلة الفترة اللي فاتت، خصوصا إن ناس كتير جدا في تشوش أو تشويش معاهم في طريقة كتابتها وفي التفاصيل، وان هم اذا كانوا هم يمضوا العريس الاول او يكتبوا المنقولات الاول، وايه تفاصيل قايمه المنقولات والكلام ده كله. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم ان قايمه المنقولات هي قايمه زيها زي ايصال الامانه، وبتخضع لنفس الاحكام بتاعه احكام ايصال الامانه، فبالتالي بينطبق عليها جريمه خيانه الامانه وهي تبديد المنقولات الزوجيه. طيب انا بكتب قايمه المنقولات. قايمه المنقولات بيبقى فيها اقرار من الزوج ان هو استلم المنقولات الزوجيه، وهنزل لحضراتكم برضو الصيغه مفيش مشكله يعني، من الانسه فلانه الفلانيه اللي هي الزوجه، خدت بال حضرتك معايا، وان المنقولات دي اصبحت في حيازته ومسؤول عنها. وبعد كده بنبدا نكتب التفاصيل بتاعه قائمه المنقولات، اللي بتبقى عباره عن ايه؟ تلاجة مثلا، غسالة، بوتاجاز، سخان، مش عارف ايه، الحاجات كلها اللي بتيجي. في نقطة مهمة بقى جدا بخصوص موضوع موضوع قايمة المنقولات، ان احنا لما نيجي نكتب قايمة المنقولات لازم نكتب قايمة المنقولات بشكل مفصل. يعني ايه بشكل مفصل؟ يعني على سبيل المثال سرير او اوضة نوم ماركة الملكة، خشب زان، مكونة مثلا من سرير ودولاب وكومودينو وعسكري وبفة او اللي بيسموها الشنط ده اللي بتحط فيها حاجات كده، او صحارة، خدت بقى حضرتك معايا، وايه بتكتب فيها تفاصيل المنقولات. انتريه مثلا ماركة الملك فاروق، انتريه مش عارف ماركة ايه، مثلا ديب فريزر ماركت وايت ويل. يعني بتكتب كافة التفاصيل الخاصة بقايمة المنقولات، علشان لو لا قدر الله حصل طلاق، ما يجيش الزوج يرمي قايمة المنقولات او اي قايمة منقولات وخلاص. فبالتالي تستحق او تستطيع الزوجة ان تحصل على قايمة المنقولات الخاصة بيها كاملة، مش مجرد ان هي تاخد اي قايمة منقولات وخلاص. تمام. طيب ندخل للجزئية اللي بعدها،